فاكرين تغطية مهرجان الجونة؟ فاكرة يا مريم؟ صح، نسيت إنك ما كنتيش معانا. أيوة فعلا ما كنتش معاكم. لما عملت الانترفيو مع واحد افتكرته مخرج أمريكي وطلع سايس باركينج. بس الإضاءة وقتها كانت تحفة، من أحلى التغطيات، كلها فن وهوا وبحر. فاكرة يا مريم؟ صح. نسيت انتي ما كنتيش معانا. شياكة وكاميرات شغل على أصوله. فاكر يا مريم؟ نسيت إنك ما كنتيش معانا. مش كده يا مريم؟ كانت أيام جميلة، هوا، بحر، ونجوم. طب ما تيجوا نراجع الذكريات دي، نغطي مهرجان الجونة السنة دي ونصور محتوى جديد. لو صورنا السنة دي نعمل فلوج نطلع بيه ترندنج. أيوة، وأنا هكون وسط الفريق هناك، وبعدين التصوير هناك أسهل مليون مرة. لا طبعا يا جماعة، ما ينفعش كله يسافر. مين هيخلص شغل القاهرة؟ إيه الرخامة دي؟ هو أنا اتكتب عليا أقعد هنا وإنتوا في الجونة؟ مريم يا بنتي، في ناس اتكتب عليها تكون أبطال في السر، قصدي في مدينة نصر. لو مش هطلع معاكم الجونة هاخد أجازة وأسافر برضه. هتكونوا هناك بتعملوا الشغل وأنا هناك بتفسح. هي دي الفلسفة الجديدة، التوازن بين الشغل والحياة. طب انت لو سافرتي لوحدك مش هتعملي حاجة مفيدة، هتروحي وترجعي بشوية صور سيلفي. أنا مش رايحة أعمل شغل، أنا رايحة أريح أعصابي منكم. عرفها إن لازم حد يقعد هنا يا أندرو. بصراحة هي لو جت هتبقى إضافة كبيرة لينا. ايوه، اضافه كبيره للفواتير دي. بتاكل بيتزا تشيكن رانش دبل سايز. يا مريم، هات الكاميرا بتاعتي عشان أصور مريم وهي بتنتقم من عمرو. خلاص هنتصرف، محدش هيسافر لوحده، يا كلكم في الجونة يا كلكم في القاهرة. تمام، برضه هاخد أجازة أرتاح منكم. يا جونة يا بحر الهوى، يا نسمة في عز الشغل، يا فرحة وسط التعب، يا راحة وسط الشغل. So excited! حلوة قوي يا عم جرجس، تنفع في مهرجان الجونة السنة اللي جاية.